عاملين ايه الاخبار؟ النهارده فيديو جديد. انتوا عارفين لو سالتوني ان انا بكره مين، عارفين ايه الاجابه اللي انا هقولها؟ نسوان في سن ال30 فهمانة خبرة السنين. لا مش دي. انا بكره، انا بقول الكلمه مرتين بس المره دي انا هجيبها من الاخر وافهمكم ايه الدنيا. طبعا بقى الناس ما تعرفش ان انا بروح الجامعه وبرجع وبتاع. شيء رخم جدا ان انت مثلا تكون طالع ميتين اهلك في اليوم كله وتدخل القناه، يمكن حاجه تحفزك مثلا او حاجه، تلاقي طلعت زي كده. He tried it. تعالوا ناخدها واحده واحده. الفيديو ده اصلا فيديو عن حاجه تانية اصلا، بس انا بس قلت ابدا بدايه ظريفه عشان افهمكم ايه الدنيا. في حاجه ما وضحتهاش في الفيديو بتاع محمد صلاح، ان محمد صلاح اسطوره في الكوره بس بس نقطه. حاجه تاني غير الكوره اشك. انا شخصيا اول حاجه قلتها في الفيديو، بصوا يا جماعه انا شخص ما بتابعش كوره، لاعب كوره مشهور اسطوره بس مش حاجه تانية، مش اسطوره في حاجه تانية. ودي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها يا جماعه. في فيديو كنت هعمله عن عادل امام، الفيديو ده اتكنسل خالص، اتسجل بعد كده اتمنتج بعد كده اترمى، عشان انا عارف الرد اللي هيجي لي والتعليقات السلبيه اللي هتجي لي. ازاي تتكلم على سيدك وانت كده بتعاقب فيه صلاح يا جماعه افهموا حاجه مهمه جدا، ان سهل جدا ان انت تطبل، فاهم يعني؟ سهل جدا ان انا امسك مثلا محمد صلاح او امسك مثلا فنانين دلوقتي او ايا كان واقعد افخم فيه. انا اقدر اقول كل ده واجيب لك دلائل كمان على الكلام بتاعي، ولكن انا شخص طول عمري اتربيت على الحقيقه، مش جزئيه مثلا ان انا بشتمه. انا لحد دلوقتي ما شتمتش حد، خلي بالك في الفيديو. لو شتمت على حاجه قول لي يا عم، بقول لك ايه، في فيديو فلاني انت شتمت على واحد وانا عينيا الاثنين هرمي لك الفيديو ده على جنب، بس تقول لي اللقطه اللي انا شتمت فيها، فاهم يعني؟ واحد بيكون طالع عينه في المونتاج، هو بالنسبه لي انا بحب المونتاج، اعمل مونتاج، ولكن يعني تفضل مثلا ساعات او يوم كامل مثلا 24 ساعه ما بتنامش لحد ما تعمل فيديو، وفي الاخر الفيديو ده يا ما يجيبش مشاهدات يا يكون فيه تعليقات سلبيه ترخم عليك. ولكن عادي، ده رايك. بس كده، اسيبكم مع الفيديو. انا عارف انا طولت عليكم سيكا، اسيبكم مع الفيديو وما تلاقوش فيديو جامد، خلي بالكم. لفينا رسكور زي القلاوص، مكيش في يلا جيت في السوبر، ما فك في راس وليد في برغي. ياه بقالي كتير ما اتكلمتش عن موبيول، صح؟ انت جاي ايه؟ وانت برضو انت بتصنف بجد. هو مش كتير قوي، بس انا بحب ارجع كده واتكلم عن موبيول تاني، مع ان عدد المشاهدات بتاعتها تواضع شويه. المهم، وإن جت سيرتك قدام مني ما بقتش بقول ده حبيبي. كنا عايزين نتكلم عن فتاة واقول لكم ازاي موبيول انقذت حياتي في فترة من الفترات. يعني ما حصلش ايه؟ انت كبرنا ما بتحسش يا تافه. بس قبل ما نبدأ، اشترك في القناة وشير الفيديو واعمل لايك وجيب حاجة تشربها. انا عايز تخش حمام دلوقتي، اتفضل انا استناك. خلاص. موبي يا جماعة انقذتني في فترة كنت انا فيها كئيب جدا وشخص سخيف جدا. من ضمن الكلام اللي انا قلته في فيديو قديم مع فرقة ماهو، كنت بتفرج عليها او كنت بسمعها عموما قبل 2020 كده، قبل 2020 يعني تقدر تقول يعني في اول 2020 يعتبر. لماذا يا استاذ؟ ولكن حط تحت ولكن 100 خط، ليه انا حبيت فرقة ماهو؟ حبيت فرقة ماما عشان كانت فرقة غير، فاهمين؟ اللي هو مش زي الفرقة التانية. بص هما كلهم شبه بعض اصلا، فانت سام بتتلبخ. بس فرقة ماما هما 4 افراد وفي نفس الوقت ما فيهاش حوار يعني. اما انا شفت فرق فعلا على 10 وب6 وب8، انا اركز مع مين ولا اركز مع مين ولا مين؟ عشان كده انا شخصيا ما بحبش فرقة توايس صراحة، ولا بسمع لها كتير الا اغاني قديمة طبعا. واحد يسأل يقول لي اشمعنى موبيول يعني لما الدنيا مليانة ستات؟ يعني
طبعا انا علاقتي مع البنات علاقه مش ظريفه شويه، عشان انا شخصيا ما بعرفش بنات اصلا، ولا مره كلمت بنات اصلا في هذا الحاله الغريبه. هذه كلام لقصه اخرى، لحوار اخر، للقاء اخر نبدا نتكلم فيه باستفاضه شويه. قد حان وقت التغيير، طال شوقي لغد لي مبتسم نغني. بس عايز افهمك حاجه صغيره، يعني ان مونبيول بالنسبه لي عامله زي الاستحلام. هو تشبيه غريب شويه، فاهم؟ الناس ما تعرفش ان انا عندي قولون، وفي ناس بيقولوا عندي الضغط كمان. مونبيول لما بشوفها بنسى بقى. هذا الفيديو برعاية مرهم للنظر بدل الجزر. شيبس حار نار، حار نار أكثر من الانفجار. لقد عدت. فانا الصراحه كل مره اشوفها، مثلا لما اخلص مثلا دراسه او شغل او ايا كان، لما كنت بشوف مونبيول مثلا في فيديو او اغنيه او مثلا ترتيب لحفله ما، صراحه كنت بنسى كل الهم اللي انا فيه واليأس اللي انا فيه، فاهم؟ من ساعه ما انا عرفت الفرقه دي انا زي ما انت شايف كده. لا أحتاج إليه، لا أحتاج إليه، طبعا لا أحتاج إليه، لا أحتاج إليه، لا أحتاج إليه، لا أحتاج إليه، أنا أحتاج إليه. عشان انا لما بشوفها بحس ان انا التعب اللي عندي راح. المهم عشان ما ندخلكمش في قصص المغنيه دي، انا حضرت معاها كام حفله يعني يعتبر. يعني مثلا في حفله زي كده انا كنت حاضر، في واحد دلوقتي هيسالني، شخص ساذج هيجي يقول لي طب وانت فين من القصة دي؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. شايف الشخص ده؟ لا اللي جنبه شفته ده انا. تقول ازاي انت؟ اقول له انا بقلبي عادي. المهم بس كده، فيديو تافه كده، حاجه صغيره. داخل توزع اللبن، ايه اللي بتقوله ده؟ خلص الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب القناه وفعلوا زر الجرس كل جديد بنعمله. اعملوا شير، وعايزين نوصل ل1000، خلي بالكم يعني. وما تنساش اللايك والسبسكرايب ده مجاني، خلي بالك. انت بتعمل اشتراك نتفليكس بفلوس، عمل اشتراك عندي في القناه مجاني، خلي بالك. خلص الفيديو واشوفكم فيديو جاي. مع السلامه، باي باي باي. سلام 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 سلام. Thank you, thank you, thank you. Get fucked too kind.